ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. والنهارده راجع لكم بفيديو جديد، اقصد يعني فلوج جديد. وهنشوف مع بعض ازاي قضيت الاسبوع بتاع الاجازه في البيت، وكمان عملت حاجات جديده جدا وعايزه ادردش معاكم شويه. وكمان هقول لكم على حاجات كتير حصلت الاسبوع ده، وكمان هديكم شويه افكار للاجازه، وكمان هوريكم ازاي عملت مراجعه لشهر واحد، وكمان ايه الانجازات اللي انا حققتها في شهر واحد، والكورسات والحاجات اللي انا كاتباها في البولت جورنال بتاعتي. هاخدكم كده لفه في البولت جورنال بتاعتي، وكمان التخطيط بتاعي لسنه 2025. هوريكم كل حاجه انا عاملاها في التخطيط ده. كده هنتعرف على بعض اكتر، واعرفكم عليا اكتر وعلى الحاجات اللي انا بعملها في حياتي، وبالمره اديكم فكره عن الحاجات اللي انا بعملها، وتاخدوا كمان افكار مني او من اسلوب حياتي تطبقوها في حياتي. بس كده حابه اقول لكم قبل ما تبداوا الفلوج ده، يا ريت تعملوا لايك للفلوج، وكمان كومنت جميل، لان كومنتاتكم بتفرحني جدا. اكتشفت ان انا ماسكاها بالغلط بالمشقلب. الصراحه يا بلوت جورنال دي لما جبتها كانت اصلا بتتفتح من الشمال، المفروض هي كده فتحتها كده، لان الغلاف بتاعها يعني بدايته من الشمال. بس انا طبعا عشان انا بكتب بالعربي وعايزاها تكون بالعربي بدات من اليمين عادي، ما بيهمنيش انا حد. انا وريتها لكم قبل كده في الفيديو، بس لو عايزين تشوفوها روحوا ممكن تشوفوا الفيديو اللي انا كنت عاملاها فيه. هيفيدكم جدا ان انتوا تعملوا بولت جورنال زي دي. طبعا عشان احنا لسه في شهر واحد، اكيد يعني مش هكتب انجازات 2025 من اول شهر، لسه بدري. انا بحاول دلوقتي اشوف انا وصلت لايه او عملت ايه في البولت جورنال، فحاول اشوف انا وصلت لايه في الاهداف بتاعه الشهر ده. طبعا نشوف اخر اعمالي من الجورنالينج يا جماعه. مش عارفه هي واضحه عندكم ولا ايه؟ استنى كده، شايفين ايدي اكتر؟ شكلها يعني جميل جدا. عملتها عشان كنت محبطه، فقلت اعمل حاجه تغير المود بتاعي وانها تطلعني من مود الكآبه اللي انا كنت فيه. بجد جميله جدا. دلوقتي انا راح اعمل ايه بقى؟ هعمل الجورنالينج بتاع شهر اتنين، اقصد يعني التخطيط بتاع شهر اتنين، وهعمل كمان مراجعه لشهر واحد، اشوف انا حققت ايه في شهر واحد والتزمت بايه وما التزمتش بايه، وكل حاجه اكتبها عشان ايه تكون السنه كده واضحه قدامي، واعرف اتتبع عاداتي وكمان اتتبع اهدافي خطوه بخطوه. فانا دلوقتي هعمل الجورنالينج بتاع استغفر الله العظيم، الجورنالينج معلقه معايا معرفش ليه. هعمل تخطيط شهر اتنين، وكمان هعمل شهر واحد هعمله المراجعه. طبعا انا خلصت كتبت معظم الحاجات اللي انا انجزتها في شهر واحد، وكانت اهم الحاجات دي هي ان انا وصلت الحمد لله ل 2000 مشترك في شهر واحد على اليوتيوب. طبعا انا اصلا بادئه اليوتيوب بقالي سنه ونص تقريبا، عندي اصلا قناه على اليوتيوب بقالي سنه ونص، فوصلت ل 2000 مشترك اخيرا يعني. بس انا بعمل فيديوهات كتير ومع ذلك مفيش اصلا وصول الفيديوز دي، او مفيش مشتركين كتير، او في ناس كتير بتشوف الفيديوز دي بسبب ان انا مش عارفه السبب ايه. بس انا ببذل كل جهدي من سنه ونص على اليوتيوب، وما زلت لسه ما وصلتش غير 2000 بس مشترك. ومع ذلك برضو بدات على التيك توك، والحمد لله عندي 8000 متابع على التيك توك. الحمد لله انا بادئه على التيك توك من زمان. في ناس انا عارفه انها لسه شايفاني مؤخرا، او ما بتسمعش عني، او لسه شايفه فيديوهاتي او متابعاني متاخر. بس انا اصلا بادئه على التيك توك من زمان قوي، ووصلت ل 8000 في اقل من سنه على التيك توك الحمد لله. كمان انا عندي صفحه على الفيسبوك ووصلت عليها ل 9000 متابع مؤخرا. كمان الحمد لله من اهم ايجابيات الشهر ده ان انا على الاقل بدات ان انا التزم شويه بصلاه الفجر، ودي لاول مره من فتره طويله جدا. بدات شويه شويه ان انا على الاقل ان انا احاول او ابذل مجهود، او اشوف نفسي ان انا ببذل مجهود في الحاجه اللي انا عاوزاها، على الاقل ان انا اشوف نفسي بس بحاول. كمان حاجه بدات في حاجه اسمها ايه، كورس التسويق الالكتروني. بدات ان انا اتعلم اكتر عن التسويق الالكتروني ده، واشوف فيديوز واشوف ناس بتتكلم، عن التسويق الالكتروني والناس بتتكلم عنه، واشوف انواعه واخد فكره. يعني انا اصلا مش غاويه المجال او مش حابه ان انا ادرسه او كده، بس انا بعمل اللي هو اخد فكره عن كل شيء، يعني ان انا حابه اشوف المجال ده بيتكلم عن ايه، واشوف اخد فكره عنه يعني من باب ايه المعرفه. وكمان اشتريت مجات جديده هوريه لكم دلوقتي في الفيديو. وكمان قرات كتاب عقدك النفسيه يسجنك الابدي. الكتاب ده جميل جدا جدا جدا، وبيتكلم عن حاجات جميله. يعني انا لسه عايزه اشتري كتاب. انا قراته بي دي اف، بس انا هشتري الكتاب لانه عايز يتذاكر، مش عايز يتقرا كده بي دي اف او اي حاجه. الكتاب ده عايز يتذاكر يا جماعه حرفيا. الكتاب عاوز يتذاكر، مش انه يتقرا بي دي اف وخلاص. فانا الحمد لله ربنا يرزقني يعني، وهشتري الكتاب باذن الله. الكتاب استفدت منه حاجات كتير جدا، لانه بيعرفك نفسك وبيعرفك حاجات كتير جدا، وبيعلمك حاجات جديده، اللي هو بتكتشف نفسك في الكتاب ده، وبيعلمك ان انت ازاي تعرف نفسك، وازاي تعرف العقد اللي عندك وتحلها، او المشاكل النفسيه اللي عندك وتحلها واحده واحده. كتاب جميل جدا، وحسيت انه بيساعدني كتير جدا في حياتي. ده كان مراجعه شهر واحد. لسه طبعا هعمل شويه حاجات تانية، هعمل واوريكم بقى انا عملت دي هي المجات اللي انا اشتريتها. الصراحه جمال جدا جدا. حبيتهم الصراحه. اخترت اللونين دول بالذات لان بحبهم، واحد اللي هو جراي اللي هو يعني رمادي، والتاني لونه بنفسجي فاتح، جميل جدا. حبيتهم وحبيت الوانهم، وحبيت ان انا اشتري حاجه جديده الصراحه لاني بحب المجات جدا. احنا كده خلصنا الايجابيات بتاعه الشهر ده. هكتب بقى الحاجات اللي انا قصرت فيها عشان ابدا اما الشهر الجديد يبدا ان انا ابدا اتك عليها اكتر، او اركز عليها بشكل كبير. القلم راح فين؟ هي دي بقى مساوئ ان انت تذاكر على السرير، القلم كل شويه بيختفي. الصراحه انا عملت تقييم الشهر وكده، بس ما عرفتش اصوره. الصراحه كسلت اصور.
وما بحبش اصور واتكلم في نفس الوقت، مش متعوده على الطريقه دي، بس انا حبيت اجربها. دي طبعا حصاله، بس انا طبعا مش بستخدمها، مش بحط على فلوسي في الحصاله يعني، مش معايا فلوس كتير تتحط في الحصاله، بحطها في حاجات اكبر من كده. مش معايا فلوس اصلا. المهم الحصاله دي باعمل فيها ايه بقى؟ بحط فيها الحاجات بتاعه الجورنالينج يا جماعه، بملاها بقى استيكرات وماتيريال عشان لما اجي اعمل جورنالينج او تخطيط يبقى معايا حاجات كده زي ما انتم شايفين جميله، الزق منها بتديني طاقه كده ايجابيه مبهجه جدا. حابه بقى ان انا الزق شويه حاجات كده واعمل حاجه ايجابيه في اخر الشهر عشان ابدا شهر جديد كده وانا متحمسه، فاختار حاجات كده وايه والزقها في البولت جورنال زي ما انتم شايفين دلوقتي. انا عايزه اختار ده يا جماعه، شايفين ستيتش ده بيمثلني من خلال شهر واحد حرفيا، قاعده في البيت بالبيجامه مش بعمل اي حاجه، حرفيا انا وستيتش واحد، يعني قاعدين في البيت ما بنعملش اي حاجه غير ان احنا بس بناكل وبنشرب وبنسمع اي افلام او اي حاجه او اي ملخصات من على السوشيال ميديا، فعشان كده اخترت ستيتش. ده الصمغ بتاعي، بلزق بصمغ، مش بحب الدبل فيس، بحسه كده اللي هو لو اتلزق مره مش بيطلع تاني، مش عارفه ليه. شكله حلو صح؟ محتاج يتلزق من جميع الاتجاهات. بالنسبه للاستيكرات دي بقى بجيبها منين؟ زي ما قلت لكم قبل كده، انا بجيب الاستيكرات دي وبطبعها في المكتبه، وانا اللي بقطعها بقى كده، مش بعرف اجيب اللي هي لزق اللي هي جاهزه، مش بحبها، ما بتقضينيش اصلا، يعني هي مش بتبقى على مزاجي ومش بلاقي الاشكال اللي انا عاوزاها، لكن دي بتجيب الاشكال اللي انت عاوزاها من على بنترست او اي تطبيق، او سواء بقى اي تطبيق او اي صوره عجباكي وتروحي تطبعها في المكتبه، بتبقى جميله قوي. هحاول اختار حاجه تانية واحطها، احط دي، لا مش عجباني، مش عجباني قوي، الاشكال اللي معايا مش مكفياني، انا عاوزه اروح اطبع حاجات تانية كمان، عاوزه اطبع حاجات تانية مع انها جميله، بس انا عاوزه اكتر واكتر. قهوه، نفسي اشتري قهوه، بس طبعا مش بخرج من البيت الفتره دي، فاما الدراسه تبدا بقى هشتري اللي انا عاوزاه. عاوزه اختار اي حاجه، بس هختار دي واختار دي كمان، مكتوب اللي هي فصبر جميل، عباره جميله جدا. هحاول الزق دي هنا كده، انتوا شايفين، ودي هلزق هنا كده، احط لها صمغ كتير اهو. دي انا على فكره هتشيل تاني عشان ما لزقتهاش حلو، لازم تلزقوا كده، لو انتوا بتلزقوا لازم تتاكدوا ان الحاجه لازقه كويس، وبعدين ايه تتكوا عليها كذا مره كده، في ثانيه بتنشف اصلا، الصمغ اسرع بكتير. عاوزه بقى اتكلم معاكم شويه. طبعا كده خلصت شهر واحد، عملت التقييم بتاعه وعملت الحاجات اللي انا حققتها فيه. انا زعلانه منكم جامد 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 حرفيا، انا عملت كميه فيديوهات ليكم يا تالتة اعدادي كبيره، حرفيا ما كنتش بعمل غير تالتة اعدادي، وكمان يعني ما فيش تفاعل على الفيديوهات، حرفيا اقصى فيديو اتعمل في الفتره اللي فاتت، طبعا باستثناء الفيديو اللي انا عملته اخر مره بعد الامتحانات ليكم اللي هو استعدادا للترم الثاني، اقصى فيديو كان جايب 200 مشاهده، اللي هو ازاي تقريبا ما حدش بيتفرج على الفيديوهات غير يعني او ال 200 واحد اللي بيتفرجوا، يعني حرام والله، والله العظيم انا زعلانه جامد جامد جامد، يعني انا كان حلمي بس الشهر ده في شهر واحد ان انا اوصل ل 2000 مشترك، 2500 مشترك، يعني انا وصلت ل 2000 بالعافيه. انا طبعا عارفه ان في ناس كتير كانت بتدعمني وحافظه اساميهم، حافظه اسماء الناس اللي بتدعمني والله وبتعمل لي كومنتات دايما، انا ممكن اعدهم على فكره، انا حافظاهم ودايما لما بشوف كومنتاتهم ببقى عارفاهم ان هم دول اللي بيعملوا لي كومنتات على طول. بجد في ايه اللي هو انا عملت فيديوهات كتير جدا ومع ذلك الناس ما كانتش بتتفاعل، ما كنتش بتتفاعل على الفيديوهات قد كده يا جماعه، يعني انا عارفه الناس اللي كانت بتتفاعل حرفيا من كتر ما كانوا بيعملوا لي كومنتات انا كنت عارفاهم، لكن انا كان نفسي بس اوصل اللي هو 2500 مشترك، انت متخيل انا كنت نفسي اوصل ل 2500 مشترك في شهر واحد، اللي هو انا ما حققتش ده، انا حرفيا زعلانه بسبب الموضوع ده، زعلانه جدا لان كان نفسي اعمل اوصل ل 2500 مشترك دول، بس ما وصلتلهمش، اللي هو اقل ليه، بس انا مش عارفه ليه، هو انا مش عارفه ليه الصراحه بيحصل كل ده، ولان انا دايما زعلانه بجد، لان دايما بكون معاكم في كل الاوقات وبعمل فيديوز وما بلاقيش حد مثلا اللي هو يشير لي القناه او يشير او يعمل كومنتات كتير او لايكات، انا بجد زعلانه لان انا دايما معاكم من زمان، انا اكتر او اول حد على السوشيال ميديا كان بيعمل لثالثه اعدادي، اكتر حد كان بيعمل لثالثه اعدادي في كل المواد، وكل ليله امتحان كنت منزل، انا بجد زعلانه والله، زعلانه بجد لاني اشتغلت كتير الشهر ده ومع ذلك ما توفقتش ان انا اوصل حتى ل 2500 مشترك، انا بجد زعلانه لان انا عملت فيديوهات كتير جدا ومع ذلك ناوي اعمل وبعمل وبكتب سكريبتات ومع ذلك هسجل فيديوهات تاني، بس بجد انا الانسان بيحبط لما بيعمل مجهود كبير قوي وما يلاقيش اللي هو ما يلاقيش النتيجه بتحصل، او إن مثلا الكلام اللي هو بيقوله ده بيوصل لاكبر عدد مش بيلاقي كده فبحبط، يعني اقل حاجه ممكن تعملها لشخص بيقدم محتوى انك تعمله لايك، ده اصلا مش هيفرق معاك في حاجه، بس هو هيفرق معاه هو، على الاقل هيحس ان في ناس بتشوف الفيديو ده او بتقدره او انه بيوصل لاكبر عدد، لان اللايك او الكومنت اللي انت بتعمله ده بيخلي الفيديو يترفع ويوصل لاكبر عدد ممكن، ده غير يعني انك كمان بتعبره ان انت كده يعني مهتم او انت بتحب الفيديوهات بتاعته. بجد شكرا لكل الناس اللي كانت بتعمل لي كومنتات وكل الناس اللي كان في قلبها حب ليا وبتعمل كومنتات وبتعمل لايكات وكمان بتشير الفيديوز مع اصحابها، انا بجد ممتنه ليكم، انا بجد بحب الكومنتات جدا، يعني ممكن ابقى قاعده كده زعلانه وفجاه الاقي كومنت جه غير لي كل مودي، غير لي مودي حرفيا، بلاقي كومنتات جميله جدا يعني تغير لي مودي كده اللي هو تخليني اقوم اعمل 10 فيديوهات مره واحده،
في ناس جميله بجد هنا موجوده على القناه. انا بحبكم جدا، يعني انا حافظه اسمائكم والله العظيم، حافظه اسمائكم. انتوا ممكن ما تتخيلوش كده، انا ممكن اكون حافظه اسماء كل الناس اللي بتعمل لي كومنتات او بتكتب لي مثلا احنا حابينك قوي، اول مره نشوفك، بجد وحشتينا، ما بتنزليش فيديوهات ليه؟ انا بحب كده بجد. الفتره اللي فاتت طبعا كلنا خلصنا امتحانات وانا كنت في الاجازه، ومع ذلك ما استنيتش وعملت الفيديو بتاع اللي هو ازاي تستعد للترم الثاني، وبجد عجب ناس كتير جدا، وانتوا كتبتوا لي في الكومنتات انكم عايزين فيديوهات برضو المواد كتير، فانا عاوزه اعمل الفيديوهات دي. حرفيا انا مجدده افكاري وعاوزه اعمل افكار كتير جديده، بس المشكله ان الناس مش بتتفاعل مع الفيديوهات لما انزلها. ما هي دي المشكله، يعني انت مش تقعدوا تكتبوا لي مثلا اعمل لنا فيديوهات، انا كده كده بعمل، يعني دي حاجه مثلا ايه، انا مثلا يعني مش عايزه اقولها، بس انا عاوزه اللي هو حاجه الناس تفتكرني بيها، فاهمني؟ اللي هو يعني بكره كلنا بنمشي بس الناس بتبقى فاكراك بالحاجه دي، ان هو ان احنا بنعمل خير، فاهمني؟ بنساعد بعض. بس المشكله ان انا مش هعمل الفيديوهات اللي الناس كلها طالباها مني واجي انزلها مفيش عليها تفاعل. حرام جدا يعني. ليه يا جماعه؟ بجد اعملوا لي كومنتات ولايكات، اعملوا لي كومنتات ولايكات، انا مش قليله في البلد دي، انا مش قليله في البلد بجد. انا بجد بحبكم جدا، وزي ما قلت لكم والله حافظه اسماء الناس اللي بتعمل لي لايكات وكومنتات، دايما حافظاهم كده حفظ، اللي هو اول ما بشوفهم عارفاهم، عارفه الاكونتات بتاعتهم كلها، وعارفه الايميلات بتاعتهم. بجد شكرا لكم، واتمنى دايما ان انا اقدر افيدكم، وكمان اتمنى ان احنا نكمل مع بعض ونوصل لعدد كبير جدا، وكمان اوصل لعدد فيديوهات كبيره جدا على القناه بتاعتي، وكمان اعمل فيديوهات وافكار كتير جدا انا بفكر فيها وفي حياتي. يعني انا مش بجد مجرد حد بيعمل قناه، مجرد يعني حد بيعمل فيديوهات لنصائح او كده، لا انا عندي افكار كتير جميله جدا ودايما بتكلم فيها، بعمل تخطيط، بعمل جورنالينج، بعمل كمان نصايح للتخطيط وجداول للمذاكره، وكمان بعمل يعني في دماغي ان انا اعمل بعد كده عن الصحه النفسيه وملخصات للكتب اللي انا بقراها، وحاجات كتيره جدا، حاجات كتيره جدا ممكن تفيدكم. وخاصه ان انا باخد المرحله يعني من واحنا مثلا من وانتوا في اعدادي مثلا، وبعد كده لما تبقوا معايا بتبقوا في ثانوي، برضو بعمل نصايح لثانوي. وبجد الفتره اللي جايه هعمل كتير لثالثه ثانوي والثانيه ثانوي، وكمان للاعدادي، عشان تبقوا معايا كده على طول حتى وانتوا في ثانوي، وما نزهقش من بعض ابدا باذن الله. انا دلوقتي خلصت طبعا، وحبيت ان انا بقى ادخل هنا على القسم ده. تعالوا اوريكم حاجه. دي الاهداف بتاعتي بتاعت التعليميه، بتاعت التعليم، يعني الحاجات الكورسات اللي انا هعملها في الفتره دي، اللي هي يعني خلال 2025. طبعا انا كنت عامله اللي هو سلسله الاستماع لابراهيم عادل، اللي هو زي امريكان انجلش، باذن الله ناويه ان انا اسمع فيديوهات اكتر منها واتعلم منها، وارجع تاني اتعلم انجليزي، لاني بطلت اتعلم انجليزي، ودي حاجه صعبه جدا، لاني كنت بتعلم انجليزي كتير واحفظ كلمات كتيره جدا، وعاوزه بقى ان انا ارجع مش مجرد واحده تحفظ كلمات، لا هرجع واطور الاكسنت بتاعتي باذن الله، وكمان هتعلم حاجات كتير. وبقول لك كمان كنت عاوزه اسمع السلسله بتاعت في سلسله انجليش موجوده هنا على اليوتيوب جميله جدا، اسمها فور يو، للاستماع، اللي هو انجليش فور يو. عاوزه اسمع يعني، وباذن الله هعمل لكم ريفيوهات عن كل الحاجات دي وهنطور نفسنا مع بعض. وكمان هعمل سلسله، هسمع السلسله بتاعه التسويق، طبعا انا بدات اسمع منها، اللي انا قلت لكم عليها في الفيديو من شويه، ان انا بس بدات اسمع كورس تسويق، سمعت شويه حلقات فيه، وبجد يعني مفيد شويه، يعني انا خدت فكره. وكمان كنت حابه احط في 2025 اهداف دراسيه، مثلا ان انا اجيب جي بي عالي السنه دي، وكمان ان انا اقرا اكتر عن اقسام المجال بتاعي، تمام. وكمان اهداف السوشيال ميديا، طبعا عايزين نوصل لاكبر عدد، عشان كده لازم تساعدوني ان انا اوصل لاكبر عدد بجد. اعملوا كومنتات يا جماعه ولايكات، اعملوا لايك على الفيديو ده واعملوا كومنتات كتير جدا، وكمان شيروا القناه مع اصدقائكم عشان نوصل لاكبر عدد، وصلوني لاكبر عدد يا جماعه. انا عارفه ان انا مش هوصل لعدد كبير الا بيكم، لان الناس هي اللي بتوصل الانسان او صانع المحتوى لاكبر عدد، فعشان كده انتوا اللي هتقدروا توصلوني، فوصلوني لزمايلكم واصدقائكم، وشيروا القناه مع كل الناس، وخلونا نوصل لعدد كبير جدا. انا عاوزه اتفاجئ لو بجد لو اي حد بيحبني يشير القناه، انا هعرف مدى حب الناس ليا بالكومنتات واللايكات، وكمان لما اوصل لعدد كبير. كمان عايزه ان انا اسمع دورات دينيه اكتر، وان انا بقى ما اقعدش اقول انا عاوزه اسمع دورات دينيه، عاوزه اسمع دورات دينيه، لا عاوزه اصلي، لا لا، انا هبدا على طول، وهنزل حاجات من على اليوتيوب باذن الله السنه دي، وهتفرج عليها وهبدا فعليا، او ان هو عمليا اطبق الحاجات دي في حياتي. عاوزه اوريكم كمان حاجه، لا وهي قدام شويه، ده التراكر اللي انا عاملاه للسوشيال ميديا، مش مهم قوي. العادات طبعا ده متتبع العادات، بس طبعا عشان عاملاه السنه كلها فهو مش مهم قوي هنا. العادات دي بقى التراكر ده تعملوه في ايه؟ في تخطيط الاسبوع بتاعكم، او يبقى موجود على المكتب بتاعكم، مش اللي هي بتاعه السنه كامله، لا انا كنت عامله كده اللي هو ايه، حاجه ثابته معايا بس، لكن هي في خلال السنه كلها هكون عامله بقى ايه، صلاه الفجر والقراءه، ويبقى عندي مثلا اللي هو متتبع كامل، فاهميني؟ طبعا المشتريات كاتبه حاجات عايزه اشتريها في السنه دي، عاوزه اشتري طبعا شويه كتب حلوين، وعاوزه اشتري مجات جديده، وعاوزه اشتري حاجات يعني كده ملهاش لازمه ان حد يعرفها يعني بتحرج انا من الموضوع ده. وعاوزه اشتري كتب كتير جدا 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 جدا، نفسي اشتري كتب كتير، وعايزه اجرب حاجات برضو قبل التخرج، عشان كده كنت عاملاها. عايزه اجرب حاجات كتير، واروح اماكن اكتر، واروح رحلات اكتر، واطلع واجرب حاجات ما جربتهاش في الجامعه لحد دلوقتي قبل ما اتخرج، لسه كده كده بدري، بس انا عاوزه اعمل حاجات قبل ما اتخرج. طبعا بكتب لنفسي كل سنه رساله او مسج ان انا اوصل كل شويه اقراها لما يأس، وبعدين بقراها اخر السنه خالص، بحس ان انا خلاص حققت كل حاجه، وان انا كنت عاوزه احقق كم كبير جدا من الاحلام والاهداف، وحققت حتى لو نصها او ربعها، تمام. ودي الحاجه اللي انا قلت لكم عليها، عملتها لما كنت محبطه، هنزل لكم الفيديو بتاعها، جميل جميل جميل، اتفرجوا عليه لما انزله، جميل جدا، هيساعدكم ان انتوا تطلعوا طاقتكم في الحاجات الجميله اللي زي دي، وتبقى عندكم مثلا حاجه ايجابيه ان انتوا تطلعوا طاقتكم فيها، وكمان جميله جدا يعني، بتشجعكم في الفتره اللي انتم محبطين فيها، وبتعبر عنكم عن مشاعركم، جميله جدا. طبعا عشان احنا لسه في شهر واحد، فالبولت جورنال بتاعتي زي ما انتم شايفين ابيض يا ورد، مش قوي يعني، لا بس هي يعني لسه ما اتملتش، في اخر السنه بقى هتشوفوا ايه جمدان، هوريكم كل حاجه طبعا، كل حاجه انا هوريها لكم، انتوا حبايبي بتتكلموا في ايه
بجد هوريكم كل حاجه لما اعمل طبعا اي حاجه جديده بوريها لكم. انا كنت منزله فيديو اصلا البولت جورنال دي وهي بيضه كده ابيض يا ورد، بقت جميله، وازاي عملتها وازاي عملت كل الحاجات دي وكتبتها وكانها مشاريع كده. انا بحب اللي انا عاملاه بايديا لانها بتعبر عني اكتر وبتكون ايه ملهمه اكتر، فاهميني؟ وطبعا مش هجيب اللي انا شارياه اللي بتشترى مش زي اللي انت بتعمليها، لان انت بتعملي الحاجات اللي انت عاوزاها بس واللي انت محتاجاه بس، فاهماني؟ ده كانت ايه البولت جورنال، وخلصت كل الحاجات اللي كانت فيها. طبعا انا لسه خطط لشهر 2، وانا اصلا مش بخطط لشهر 2 في البولت جورنال دي، لان البولت جورنال دي للمراجعه فقط، لان دي اللي لازم عشان تخطط وتحدد اهدافك لازم يكون معاك جورنالينج كبيره، فاهمني؟ هقول لك دلوقتي انا اقصد ايه. شايفين دي يا جماعه؟ دي حاجه كده خرافيه بجد، حاجه خرافيه اللي هو بتكتبي فيها كل حاجه، تخطيطك بالتفصيل بتكتبها فيها. بس استنى اوريكم حاجه. بصوا انا اللي عملت دي بايديا برضه، استقرات وحاجات انا اللي لزقتها وكتبت 2025 وعملت دي وعملت الحاجات دي كلها. وبدات طبعا فيها هي جورنال كبيره للسنه كامله زي ما انتم شايفين كده، مترقمه بالاسابيع، يعني السنه الواحده بيبقى فيها 52 اسبوع. دي بقى ايه فيها كل الاسابيع وكل الشهور، وتكتبي فيها بقى وتتبعي فيها عاداتك وكورساتك وكل حاجه عاوزه تتعلميها فيها. مش زي دي كده صغيره تكتبي بس فيها الاهداف والحاجات، فاهماني؟ دي تكتبي فيها الاهداف والحاجات وتسيبيها، لكن دي بقى تكتبي فيها الاهداف والحاجات وتكتبي فيها وتذاكري فيها، فاهماني؟ لو انا كنت كاتبه ان انا هسمع مثلا سلسله التسويق وهسمع فيديو او بودكاست اجنبي او هسمع حاجات بالانجليزي او كده، لا انا عملت الحاجات دي وكتبتها، وكمان كنت بفرغ فيها طاقتي واكتب. انا لو حد يعرفني يعني هيعرف عني ان انا بدون كتير او بكتب خواطر، خواطر يا جماعه. والله بجد بكتب خواطر، وكمان بكتب حاجات جميله جدا. وكمان لما اخد كورسات بقى بكتب في دي، بكتب واذاكر فيه. يعني الوقت شهر واحد خلاص الحمد لله، ال 31 يوم بتوع شهر واحد اتخلصوا وكتب فيه. 31 يوم اهي في شهر واحد او 30 يوم على حسب، والباقي بقى تكتبي فيه. المهم وانت بتجيبي دي تجيبيها بقى ايه الورق بتاعها جميل ابيض كده، ابيض وجميل كده وناعم، تعرفي تكتبي وتذاكري فيه او تعرفي تستخدميها، ما تجيبهاش ورقه خفيف، فاهماني؟ وتجيبي حاجه ايه شكلها كويس. يعني دي انا كنت جايباها شوفي مكتوب على دايري طبعا 365 يوم للسنه كامله. ودي انا اللي لزقتها عليها كده، بديها ايه طبع اللي هو كلاسيك كده، طبعا زي ما انت شايفه كده عسل يعني. وبعدين انا اللي ظبطتها وعملت فيها كل الحاجات دي، انا بحيث انها تكون متتبع لكل الحاجات اللي انا بعملها خلال السنه. اي حاجه بقى بعملها كورسات بتعلمها اي حاجه كده، انا عرفتكم كل الحاجات بتاعت الجورنال بتاعتي، وطبعا الادوات اللي انا بستخدمها هوريها لكم كمان. ده ايه دي هايلايترز معينه بستخدمها موجوده في كل المحلات والمكتبات. هتسالي بس الهايلايتر الكوري، قولوا له الهايلايتر الكوري، بيبقى لونه كده اللي هو يعني لونه كوري خفيف كده، هايلايت كده خفيف، اللي هو خفيف كده يعني مش اللي هو تقيل، فاهماني؟ وده برده خفيف جدا اللي هو بيسموه ايه شفاف كده، مش اللي هو تقيل كده يخفي الكتابه، لا ده خفيف كده ورقيق كده في الكتابه. وده برده رقيق جدا ولونه جميل، هو ما يبانش عليه من بره بس هو جميل جدا. وده برده لا دول كنت شاريهم 4 مع بعض، بتبقي شاريهم مثلا ب 35 جنيه على حسب بقى الاسعار عندك. وده كنت شاريه منفرد لوحده مثلا كان ب 12 جنيه، جميل جدا الصراحه. بالنسبه للاقلام دي حبر ده روتو ماشي، روتو مكتوب ايه 4 مللي تقريبا ولا، بس تخين جدا. ثانيه واحده شوف السن بتاعه تخين جدا جدا. واول ما تكتبي كده تلاقي اللي هو حسيت ان هو قلم في الماستر ماشي. وده برده ايه حبر برده، ده بابايا هو اللي جايبهم لي الصراحه، مش عارفه هو بيجيبهم منين. وده كمان ده برده ده لونه بينك كده وده ازرق، الاثنين جمال جدا، بستخدمهم برده في التخطيط بيفيدوني جدا، بيبقى خطهم كويس وواضح. وده طبعا استيكه وقلم رصاص عادي، بحب القلم الرصاص وخاصه من 5 سم. شايفين جميل جدا، ده اصلا مش هتلاقوه في مصر، انا كنت جايباه من بره. استنى بجد اشوف كومنتاتكم على الفيديو ده ورايكم، وهقرا بكل حب، وكمان برد عليكم دايما بكل حب، وكمان هعمل لكم السلاسل اللي انتوا عايزينها. بس يا ريت زي ما قلت لكم تعملوا لايك للفيديو ده، وكمان كومنتات كتير، وتشاركوا القناه مع اصدقائكم، وتدعموني بجد عشان انا استحق الدعم، وانا استحق ومجهودي يستحق ان هو يوصل لاكبر عدد باذن الله. هشوف يعني الدعم بتاعكم على الفيديو ده، وهل ان انا استحق ولا لا. وبس كده ده كان الفلوج بتاعنا النهارده، اتمنى الفلوج يكون عجبكم، وكمان انا هوريكم كل حاجه حصلت في الاسبوع بتاع الاجازه بتاعي بالتفصيل، وكمان هوريكم التخطيط بتاعي. ولسه طبعا هخطط لشهر 2، وهقول لكم باذن الله في الفيديوهات الجايه عملت ايه في شهر 2 وهنعمل ايه وايه الخطط الجديده لشهر 2. طبعا شهر 2 كله هيبقى عباره عن بدايه الترم الثاني، وكمان هيبقى في فيديوهات كتير طبعا هتنزل على القناه، عباره عن فيديوهات طبعا الترم الثاني، وازاي نتاسس في المواد، وازاي نتابع مع المدرسين كويس، وازاي الناس اللي متاخدش دروس تقدر تذاكر. هعمل افكار كتير جدا ليكم، اتمنى انكم تدعموني اكتر وتدعموا القناه، وكمان يعني تعملوا لايكات كتير وكومنتات وتشوفوا الفيديوهات اللي على القناه. ولو اول مره بتشوفوني اشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك للفلوج ده، وكمان كومنتات كتير جدا عشان. وبس كده اشوفكم في فيديو جديد باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.